بعد استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله ودفنه في داره المجاورة لدار الزهراء عليها السلام، كانت فاطمة عليها السلام ومعها الحسنان تذهب يوميا إلى قبر أبيها تقرأ القرآن وتبكي على فراقه. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان حما ليا، فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا. فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوانيا. نور عيني يا أبه حبيبي يا أبه. وكانت سلام الله عليها أول المعترضين على تنصيب الخليفة الأول، فذهبت إلى المسجد النبوي ومعها الحسنان وألقت عليهم الخطبة الفدكية. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين، وأطلع الشيطان رأسه من مغرسه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته المستجيبين. أفحكم الجاهلية تبغون لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا. ثم رجعت إلى دارها، ولما علم القوم بحجج الزهراء عليها السلام ولها الحق فيما ادعت من إرثها في أرض فدك، وأكثر ما أثار حفيظة القوم ذكرها بأحقية الخلافة لعلي، ففكروا بالهجوم على دار فاطمة الزهراء وإخراج علي للبيعة. يا أبا بكر، ما يمنعك أن تبعث إليه فليبايع؟ يا عمر، ولكنه لن يحضر وأنت تعلم بذلك. إذن صار لزاما علينا أن نحشد عامة الناس عليه. افعل أي شيء ينهي هذا الأمر. أيها الناس، أجيبوا خليفة رسول الله. فجاءه الناس من كل ناحية ومكان، فاجتمعوا عند مسجد رسول الله، فدخلوا على أبي بكر وقال عمر: يا أبا بكر، قد جمعت لك الرجال. من نرسل إليه؟
نرسل إليه قنفذا، فإنه رجل فظ غليظ جاف من الطلقاء، أحد بني عدي بن كعب. فأرسله وأرسل معه أعوانا، وقل له أن يخرجهم من البيت. اذهب يا قنفذ. سمعا وطاعة. يا علي، اخرج للبيعة وإلا دخلنا عنوة. أحرج عليكم أن تدخلوا علي بيتي بغير إذن. يا عمر، إن فاطمة لم تأذن لنا بالدخول، فتحرجنا أن ندخل لدارها بدون إذن. ما لنا وللنساء، هلموا معي. فخرج عمر مع جماعة كثيرة من الصحابة من المهاجرين والأنصار، فساروا إلى دار فاطمة الزهراء عليها السلام. ولما وصلوا إلى دارها صاح عمر: يا ابن أبي طالب، افتح الباب، والله لئن لم تفتحوا لنحرقه بالنار. يا أبتاه يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من أصحابك؟ فلما سمع القوم صوتها وبكاؤها قالوا لعمر: إن في الدار فاطمة. فقال لهم عمر: وين؟ وبقي عمر ومعه مجموعة، ودعا بالنار وأضرمها في جانب البيت. ثم لاذت فاطمة الزهراء عليها السلام خلف الباب، فأحس بها لاذت خلف الباب، فركض وضرب الباب برجله، فخلعه وعصرها بين الباب والحائط، وأخذ بالصوت يضرب يديها الممسكة بالباب. فصاحت الزهراء: يا فضة سنديني، فوالله أسقط جنيني. فخرجت فضة ومعها الحسنان وزينب، وأحاطوا بالزهراء. وخرج علي عليه السلام من حجرته، وأمسك عمر من جلبابه وطرحه أرضا، وقال له الإمام: والله يا ابن الصهاك، لولا وصية من رسول الله أوصاني بها لأقطعن أوصالك. عليكم بالرجل فإنه موسى. فاجتمع القوم عليه يجرونه من داره، وهنا استفاقت الزهراء عليها السلام، وإذا بزينب فوقها تبكي، فقالت لها: بنيتي، أين أبوك؟ ثم لقد أخذوا يجرونا. وقامت الزهراء ومعها الحسنان وزينب تمشي خلفهم وتصيح: خلوا عن ابن عمي. فجاءها الملعون فصفعها على وجهها وأسقطها إلى الأرض مغشيا عليها. إني حسينك كم أحن إليك. حسين يحشوي أم الزهراء، اسمع هاي الأبيات بقلبك. إني
حسينك كم أحن إليك، عندي سؤال والجواب لديك. أماه يا أم الندى، هل كنت يا أم الندى عطشانة؟ اقلها يما من دفعة وعليك الباب، كنت عطشانة مثلي. يلا وياي يا زهراء، بعد يا زهراء يا. فنهضت وصاحت: خلوا عن ابن عمي، أو أنزع حجابي وأشكو لله ظلامتي. ولما سمع القوم أن فاطمة ستدعو عليهم أيقنوا بنزول العذاب، فصاحوا: خلوا عن علي وإلا هلكنا جميعا. فتركوا الإمام عليه السلام يذهب إلى داره، فرجع الإمام وأعاد الزهراء والحسنان وزينب إلى الدار. وهنا جلست الزهراء عليها السلام لترتاح، ومعها زينب تبكي من هول ما شهدت. فقالت لها الزهراء: إن هذا رنة الشيطان، وهو آيس من رحمة الله، وهو يتصور بصورة إنسان أو حيوان، وقد استحوذ على القوم. فكوني صبورة، وأن لك يوما نفس هذا اليوم. سوف تحضرين كربلاء وترين مصائب ونوائب، ولكن أقساها ليلة العاشر عليك. فناديني سوف أحضرك وأكون معك. ندبت أمها الزهراء صاحت: يا ام حسين يا ام تعالي تعالي، وشوف كربلاء سوت بحالي. والله شوف كربلاء سوت بحالي، وشوف اخوتي مجتلة قبال. ندبت أمه وسمعت صوت جاء من جهة اليمين، ويا الريح ويا الهواء. تقول: أنا يمك أنا يمك يا يمه، مو بعيد مو بعيد، أنا شفت حسين من قطعة وريد. أيوة يا ماما، واو زين. ثلاث أيام أنا ساكن البيد نوب أنهض وأدور إصبعيده، أدور إصبعيده، ونوب أنهض وأدور جف عضيد. يا زينب ودت عليكم الشديد الشديد.